الناس تقدر تحول أي حد من ملاك لشيطان في لحظة. وقضية النهاردة كان الجاني فيها معروف، والحكم كمان معروف. ومش بس كده، ده الحكم كمان اتنفذ. لكن بعد كام سنة من صدور الحكم ده الناس هيكون ليها رأي تاني. فهل يا ترى النظريات اللي الناس طلعت بيها صحيحة، ولا الحكم الأول كان فعلا هو الحكم الصحيح؟ أنا مرمر المصري، ودي قناة خان المرمر. يلا بينا نبدأ في حكاية النهاردة. فهل أنتم جاهزون يا رفاق؟ قضية النهاردة من الصين، وبالتالي فإن الأسماء نطقها صعب جدا. فمن البداية كده خلينا نتفق مع بعض اتفاق، وهو إنه أنا هعمل نفسي بنطق الأسامي صح، وانتوا اعملوا نفسكم صدقيني، وتعدي القضية على كده. قضية النهاردة أحداثها هتاخدنا وتروح بينا على الصين، وتحديدا على شنغهاي، وتحديدا أكتر على مدينة اسمها هانج تشو. المهم يعني إنه المدينة دي فيها أحد المباني السكنية اللي بتعتبر راقية جدا. يوم 22 يونيو 2017 جرس الإنذار بتاع الحريق على الساعة 5 صباحا أو 5 وربع كده هيبدأ إن هو يرن بصوت عالي جدا. وده لأنه في أحد الشقق السكنية اللي خارج منها دخان. بدأت النار جوه الشقة تعلى أكتر وأكتر، ليكتشف السكان إن النار دي طالعة من بيت عيلة لين شنجبين. ومن هنا بقى هتبدأ أحداث قضية النهاردة. لكن خلينا في الأول نتعرف على عيلة لين شنجبين، ونتعرف كمان على أفرادها. عائلة لين شنجبين بتتكون من الأب والزوج واللي هو لين شنجبين، وبتتكون كمان من الزوجة واللي هي تشاو جين، وكمان ولادهم التلاتة. أكبر واحدة فيهم واللي عندها 12 سنة وكانت بنت، وبعد كده عندهم ولدين كمان. العيلة كانت عايشة في المجمع السكني ده من سنة 2011. في 2016 هينضم لهم فرد جديد واللي هو المربية بتاعتهم واللي اسمها مو. وهم دول الأفراد اللي موجودين جوه الشقة. لين وتشاو جين اتقابلوا سنة 2005. كان هو مصفف شعر وهي كانت بتروح تعمل شعرها عنده. وقعوا الاتنين في غرام بعض، وفي 2005 اتجوزوا. في البداية كانوا بيعانوا من ضيق ذات اليد. كانت المسألة المالية عندهم صعبة جدا. قرروا ان هم يأجروا شقة صغيرة بالإيجار يتجوزوا فيها، وبعد كده يحلها الحلال. بعد لما اتجوزوا قرروا يبدأوا هما الاتنين حياتهم المهنية مع بعض، وقرروا ان هم يعملوا مشروع صغير كده على قدهم لتصنيع الملابس. اول كام سنة في جوازهم ما كانتش سهلة ابدا. بدأوا يجيبوا اولادهم واحد تلو التاني. المشروع بتاعهم محتاج فلوس، لكن جهد الاتنين مع بعض وحبهم وايمانهم الاتنين بحياتهم وبالاسرة اللي هم عايزين يبنوها خلتهم ينجحوا في اللي هم بيعملوه. المشروع بدأ يكبر، وبدأ يبقى عندهم علامة تجارية باسمهم. الشركة دي كانت بادئة بيهم هما الاتنين بس. أما في 2011 كان عندهم حوالي 40 موظف وموظفة جوه مقر الشركة. وده بينم على الجهد الكبير اللي هم عملوه عشان يوصلوا من الصفر لدرجة ان هم يعملوا لنفسهم علامة تجارية. الفلوس كمان بدأت تكتر معاهم، مستواهم بدأ يتحسن. في 2011 غير ان شركتهم كبرت، فلوسهم كترت. وبالتالي قرروا ان هم خلاص يتنقلوا بحياتهم للمجمع السكني واللي حصلت فيه الحادثة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة. الشقة اللي هم كانوا قاعدين فيها يقال انها حوالي 380 متر في مبنى سكني فاخر زي ما قلنا، وبالتالي فكان سعرها كمان كبير، واللي كان بيعادل في 2011 حوالي 3 مليون دولار. وهنا بقى هتبدأ حياة مختلفة ليهم. العلامة التجارية بتاعتهم كانت باسم أولادهم التلات. ولادهم كمان كانوا بيشاركوا أحيانا في تصوير الموديلات اللي هم بيعملوها. الأسرة كانت متماسكة ومترابطة جدا، الزوج والزوجة شركة في كل حاجة تقريبا. لكن كمان كان في بعض المشاكل، منها مثلا إنه لين كان بيسافر كتير عشان يعقد بعض الصفقات. بيسافر جوه الصين يعني، هي بتبقى عارفة الصفقات دي وكل حاجة. لكن هنا تشاو كانت بتضطر إنها تراعي الأولاد بنفسها، وهي كانت بتقوم بالمهمة دي على أكمل وجه، إنها تتابع الشركة من المكان اللي هي موجودة فيه، وكمان تراعي الأولاد. الحياة كانت ماشية على وتيرة كويسة جدا. بمجرد ما بيلاقوا أي وقت إن هم يخرجوا فيه يودوا الأولاد رحلات وكده،
الصور كانت بتحكي عن كل الرحلات اللي هم عملوها. العيلة تبدو عيلة سعيدة جدا. طبعا المسؤوليات عمالة بتزيد عليهم، وبالتالي فهم محتاجين حد يساعدهم في تربية الأولاد. وهنا بقى وفي سنة 2016 هتنضم لهم كمان عضوة جديدة في العيلة، واللي هي مربية جاية من مسقط رأسها بتحاول إنها تبني لنفسها حياة. هيستقبلوها وهيكونوا بيعاملوها كويس جدا. هم جابوها عن طريق مكتب بتاع خدمات يعني، أو اللي بيوفر العاملات. هيجيبوا لهم المربية دي وهيتوافقوا معاها جدا، وهيكونوا بيعاملوها كويس جدا. المرتب بتاعها كويس، بيجيبوا لها كل حاجة هي محتاجاها، ومقيمة معاهم إقامة كاملة. تشاو جين كانت ست لطيفة جدا، وبالتالي فهي كانت كمان لطيفة مع المربية، وكانت بتعاملها كأنها فرد من أفراد العيلة. كل ده هيفضل جميل جدا لحد يوم الحادث. قبل الحادث واللي حصل يوم 22 يونيو 2017، لين كان عنده صفقة تجارية، وكان المفروض ان هو مسافر علشان يعقد الصفقة دي. اما بالنسبة للبيت فكان فيه تشاو جين والاولاد الثلاثة والمربية بتاعتهم معاهم. في اليوم ده المفروض انهم كلهم دخلوا ناموا، ومو كانت قاعدة في اوضتها على التليفون بتاعها. هتصحى تشاو جين على الحريق اللي ماسك في البيت. هنا هتتصل فورا بالطوارئ، وده كان على الساعة 5:04 الفجر. هتقول لهم ان في حريق وهتستنجد بيهم. بعد كده هتحاول تتصل بجوزها، لكن للأسف الشديد تليفونه كان مقفول تقريبا من حوالي الساعة 10 مساء، واللي هو قبل ما ينام ما اتفتحش الا الساعة 6 أو 6:30 تقريبا. وبالتالي وصلته الاستغاثة دي، فراح على البيت يجري، وكان في وسط التجمهر اللي موجود فيه الناس عند البيت. أما بالنسبة لمو فاتصلت هي كمان بالطوارئ، لكن ده كان على الساعة 5:11. مو نزلت تجري من البيت لما شافت الحريقة وسابتهم هم فوق. هتيجي الطوارئ فعلا وهيبدأوا يحاولوا ان هم يطفوا الحريق. المفروض ان تشاو جين لما اتصلت بالطوارئ قالت للراجل اللي رد عليها، او الموظف يعني اللي رد عليها، ان هي والاولاد موجودين في الغرفة اللي اقصى الشمال في الشقة، وده عشان يقدروا يبعدوا قدر الامكان عن النار اللي مولعة في الشقة. لكن للأسف الشديد الموظف ما بلغهمش ابدا بمكان وجودهم، ولذلك الاطفاء لما وصلوا وبدأوا يفتحوا باب الشقة ويدخلوا ما كانوش لاقيينهم، وما كانوش كمان يعرفوا هم فين. فهيستنوا لحد ما يطفوا الحريق، وبعد كده يدوروا عليهم. الحريق هيحتاج علشان يطفوه ساعتين كاملين. طبعا على بال ما طفوا الحريق ودخلوا لهم في الأوضة اللي هم فيها، كانوا خلاص للأسف الشديد الأم الشابة واللي هي تشاو جين وولادها الثلاثة كلهم مفارقين الحياة بسبب استنشاق ثاني أكسيد الكربون. النار ما كانتش وصلت لهم، لكن الدخان وصل لهم. وبالتالي فإنه لو كان الموظف بلغهم بمكان وجودهم من الأول، كانوا قدروا ينقذوهم من الأول وما كانش حصل اللي حصل. لكن على أي حال خلاص هم لفظوا أنفاسهم الأخيرة، وما نقدرش نرجع بالزمن تاني. لكن هنا بقى وبعد ما طفوا الحريقة وبعد ما الحكاية خلصت والدنيا بدأت تهدى، طبعا الزوج واللي هو يعتبر الناجي الوحيد من العيلة كان قاعد منهار تحت وعمال بيصرخ. الناس بدأت تسأل بعض الأسئلة، ومن أهمهم سؤالين. السؤال الأول اللي الناس كلها ووسائل الإعلام كانت بتسأله هو إيه اللي استدعى إن هم يقعدوا ساعتين كاملين يطفوا في النار؟ وهنا بقى هيطلع بيان الإطفاء، واللي بيقول إن الصنبور الخاص بإطفاء الحريق واللي بيبقى موجود في المباني السكنية كان متعطل، وعلى بال ما حاولوا يشغلوه لأنه كان مصدي وكان عطلان احتاج 35 دقيقة. وهم المضخات اللي كانت معاهم كان عددها قليل على كبر الحريق اللي كان حاصل، وبالتالي فهم محتاجوا وقت إضافي. وكل ده وصلهم ليه إنهم يقعدوا ساعتين كاملين لحد ما يوصلوا ويطفوا الحريق. وطبعا كانت الأم وأولادها فارقوا الحياة. أما بالنسبة للإدارة بتاعة المجمع السكني ده، أو يعني للعمارة السكنية دي، طلعت وقالت لا، الصنبور ما كانش فيه أي حاجة، والمضخة كانت سليمة، والتقصير كله كان من الإطفاء. ده إلى جانب طبعا الموظف اللي ما قالهمش على مكانهم. شوية لخبطة كتير. بدأت الإدارة ترمي التهم كلها على رجال الإطفاء، ورجال الإطفاء يرموها على الإدارة، واللي دفع الثمن هي الأسرة المسكينة. أما بقى بالنسبة للسؤال التاني فهو هي مو راحت فين؟ واشمعنى مو الوحيدة اللي تم إنقاذها؟ وليه ما حاولتش تنقذ أي حد تاني
معاها. وهنا هيطلع جار من الجيران واللي هيقول ان هو وهو خارج على صوت الانذار بيشوف الحريقة دي جاية منين خبط فيها. وهنا هي وقفت، كانت لابسة البيجامة وعفوا يعني الشبشب بتاعها، وكانت ماسكة في ايد مطرقة حديدية وفي الايد التانية الموبايل. ولما سألها هو في ايه وايه اللي بيحصل، هتقول له يهرب علشان في حريقة في البيت، وانه تشاو جين قالت لها تنزل تحت وتكلم الطوارئ. وبعد كده جريت ومحدش سمع عنها تاني. وده كان دليل على انه في حاجة غلط. لو قلنا انها كانت بتنجو بنفسها وان هي ملهاش اي علاقة باي حاجة كان ممكن نصدق ده لو ما كانش في ايديها مطرقة حديد، ولو ما كانتش اختفت كمان بعد كده وما كانتش موجودة في وسط الناس، ولا حتى استنت تطمن على العيلة اللي هي عايشة معاهم بقالها حوالي سنة. ومن هنا بقى هيبدأوا يدوروا عليها. الشرطة فعلا هتقبض على مو، ولما هيجيبوها هتعترف فعلا ان هي اللي عملت الحريق ده، وانه الحريق ده كان بشكل متعمد، لكن هي ما كانتش ابدا قصدها انها تقتل العيلة ولا اي حاجة خالص. هي كل اللي كانت عايزة تعمله انها تولع في البيت، او يعني تعمل حريقة صغيرة وبعدين تطفي الحريقة دي فتبان في صورة البطلة قدام تشاو جين، فتقدر بعد كده تطلب منها المساعدة وانها تطلب منها سلفة تانية. وده لانها كانت استلفت منها كتير وكانت محرجة منها، فحاولت تعمل اي حاجة يعني تخليها بطلة قدامها، وبالتالي لما تطلب سلفة جديدة منها او من جوزها ما يعترضوش. والغريب يعني واللي جوزها قاله انها كان ممكن تطلب مننا اللي هي عايزاه، وده لانها ولا مرة طلبت انها تستلف واحنا ما ادينالهاش. وهنا بقى لازم نسأل ايه السبب القوي جدا اللي يخلي مو تصطنع حريق علشان خاطر تقدر تستلف على اثره فلوس، وايه اصلا اللي كان بيخليها تستلف فلوس كتير جدا بالرغم من ان العيلة محدد لها مبلغ كل شهر كويس جدا، يقال ان هو 6500 يوان. طيب هو ايه اللي بيخليها تحتاج فلوس اكتر واكتر؟ وهنا بقى خلينا نبدأ من البداية خالص، لما هيروح مراسل صحفي بعد القضية دي لمسقط راسها ويسأل عليها، لنكتشف ان مو واللي كانت عايشة معاهم ولمدة سنة مش بالصورة الطيبة اللي هي باينة عليها. انها كانت مشهورة في وسط الناس هناك انها مدمنة على القمار، كانت مولعة بموضوع القمار ده لدرجة انها كانت احيانا بتسرق الفلوس بتاعة العلاج بتاع والدها ووالدتها الكبار في السن وتروح تلعب بيهم قمار وتخسرهم. استلفت من الجيران، من القرايب، من المعارف، طوب الارض كانت مستلفة منه فلوس عشان تلعب بيها قمار، وطبعا كل الفلوس دي كانت بتخسرها. لما خلاص بطلوا اي حد يسلفها او يديها فلوس والديانة بقوا بيطالبوها باللي عليها، بدأت انها تاخد قروض كبيرة كمان بفوائد كبيرة. احد القروض اللي هي كانت مقترضاها دي كان واصلة الفايدة بتاعته ل 72%. طبعا بعد شوية الديانة عايزين فلوسهم والبنوك عايزين فلوسهم، وهنا قررت انها تاخد بعضها وتهرب. سابت ابنها ولا فرق معاها وقررت انها تهرب وتروح بعد كده وتشتغل مربية في البيوت. هتهرب سنة 2015، هتروح لأحد المكاتب، وأحد المكاتب ده هيوظفها في بعض البيوت. كل البيوت اللي اشتغلت فيها كانت بيوت لناس تقدروا تقولوا ان هم من الأثرياء يعني. لما اشتغلت في البيوت دي الناس دي كلها كانت بتعاملها كويس. هي كانت بتقعد في البيت من دول، تبدأ بعد شوية تسرق المشغولات الذهبية، تسرق الفلوس، تبدأ تتصور في البيوت والعربيات والممتلكات بتاعت الناس دي وتنزلها على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي على انها يعني ست غنية وفي مستوى مختلف تماما عن مستواها الأصلي. الناس دي كانت بتكتشف السرقات وبالتالي كانوا بيطردوها، ولا حد فيهم فكر ان هو يقدمها للشرطة. ومن هنا بقى نوصل لسنة 2016، السنة اللي للأسف الشديد عائلة لين خدتها وبدأت تشتغل معاهم. وللأسف الشديد أكتر إن هم واخدينها من مكتب، يعني المفروض إن هم واخدينها من مكان موثوق، لكن الحقيقة إن المكتب ما كانش بيتحرى عن الناس اللي شغالين فيه ولا أي حاجة. والدليل على ده إن هو ودالهم البنت دي وهو ما يعرفش عنها ولا عن بلاويها أي حاجة. ولو كانوا كلفوا خاطرهم وسألوا كانوا عرفوا الماضي الأسود للبنت دي. ده إلى جانب إن أكيد البيوت اللي كانوا بيمشوها دول كانوا بيبلغوا المكتب.
لكن على اي حال هي اشتغلت عندهم، كانوا بيعاملوها كويس جدا. هي اقنعت تشاو جين انها في المدينة الاصلية بتاعتها بتبني بيت ليها ولابنها، وعلى حس ده كانت بتقول لها ان كل المرتب اللي هي بتاخده وعليه كمان السلفات اللي هي بتاخدها كلها بتروح لبنى البيت ده. هي كانت مستلفة منها ما يعادل بالدولار الامريكي تقريبا حوالي 15,000 دولار امريكي. ده إلى جانب إنها كانت بتسرق من غير ما يحسوا بعض المشغولات الذهبية من تشاو جين واللي أكيد عندها كتير، وبعض كمان الساعات الغالية، وكانت بتسرق فلوس. يقال إن تشاو جين اكتشفت ده لكن قبل الحادث بوقت قصير جدا. اللي سرقته كان ما يعادل 25,000 دولار، وده اللي هيكتشفوه فيما بعد. فلكم أن تتخيلوا، هي كانت بتاخد المرتب بتاعها واللي هو كويس جدا بالنسبة للشغلانة بتاعتها، وكانوا بيعاملوها كويس جدا، ومقابل ده هي سرقة 25,000 دولار أو ما يعادل 25,000 دولار، وسلفة 15,000 دولار، يعني هي سلفة 40,000 دولار. المهم ان كل ده كانت بتلعب بيه، لو ما راحتش لصلاة القمار كانت بتلعب القمار على الانترنت. المهم ان كل الفلوس دي كانت بتخسرها وعمرها ما بتكسب اصلا. هل توقف بقى وتبطل جنون؟ لا. هنوصل ليوم 22 او بمعنى اصح لليلة 21 يونيو 2017. في اليوم ده احنا قلنا ان لين كان عنده شغل ومشي على شغله، وتشاو جين كانت نايمة هي والثلاث اولاد كل واحد في اوضته. هي كانت قاعدة وسهرانة، فضلت تلعب طول الليل القمار على الانترنت، وتخسر 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 لحد ما خسرت ما يعادل 10,000 دولار في ليلة واحدة. تعملي ايه يا مو، تعملي ايه يا مو؟ فكرت في فكرة عبقرية بالعكس تدل على مدى غباء الشخصية اللي احنا بنتكلم عنها، وهي انها قررت انها تصطنع حريق في البيت، تعمل حريقة منزلية صغيرة كده، وبعدين تطفي الحريقة دي فتشاو جين تصحى وتحس انها البطلة اللي انقذت حياتهم، فتبقى ممتنة ليها جدا هي وجوزها. فيا اما يدوها مكافأة او هي يبقى ليها عين انها تطلب سلفة تانية. وهنا بقى فكرت وقررت وراحت وجابت كتاب. الكلام ده على الساعة 5 الصبح، راحت وجابت كتاب من اللي هو الكفر بتاعه قوي. المهم حاولت تولع بالولاعة في الكفر، ما ولعش، راحت فاتحة وبكل غباء راحت مولعة في الأوراق بتاعة الكتاب، وراحت حاطة الكتاب ده على الكنبة. ولسوء الحظ غير ان طبعا الورق سريع الاشتعال، القماش اللي كانت مصنوعة منه الكنبة كمان كان سريع الاشتعال. ومش بس كده، ده الستاير اللي موجودة ورا الكنبة كانت سريعة الاشتعال. فجأة النار عليت جدا، هي معرفتش تسيطر عليها، خدت بعضها ونزلت تجري على الساعة 5:11 واتصلت بقى بالطوارئ عشان تيجي تلحقهم. ونزلت الأوضة بتاعتها كان فيها شباك على أوضة الأولاد الولدين، كانت تقدر انها تصحيهم او تنبه البيت، كانت تقدر انها تشيل عيل من العيال وتنزل تجري بيه، كانت تقدر تعمل اي حاجة عشان تنبه الأسرة. لكن هي بمنتهى الندالة والقذارة اللي في الدنيا خدت بعضها ونزلت تجري وسابتهم هم يواجهوا مصيرهم. تشاو جين بعد دقيقتين او 3 من الحريق صحيت، وهنا فورا اتصلت بالطوارئ، وبعدها كمان فضلت تتصل بجوزها، وبعدها بعتت له مسجات صوتية بتستنجد بيه. لكن للأسف الشديد زي ما قلنا ما قدروش يلحقوهم، وهو ده السبب اللي ماتت عشانه الأم وولادها ال3. تفكير غبي ومتخلف من شخصية متخلفة وغبية برضه. وانا اسفة جدا على الالفاظ دي، بس الحقيقة مش هقدر اجمع غضبي. تخيلوا ان ام ناجحة وطيبة ولطيفة وكل الناس بتشكر فيها، و3 اولاد زي القمر قدامهم مستقبل باهر، حياتهم تنتهي عشان واحدة غبية. الشرطة لما هتفحص التليفون بتاع تشاو جين هيلاقوا انها بعد ما خلصت لعب القمار وخسرت 10,000 دولار وكذا، كان الكلام ده على حوالي الساعة 2:11 2:14 كده مساء، يعني دخلنا في يوم 22 يونيو. بدأت من الساعة 2:11 او 2 وكام دقيقة يعني لحد الساعة 4 وشوية وهي قاعدة على التليفون بتاعها بتعمل سيرش على التالي. هقول لكم بعض العبارات يعني كده اللي هي كانت بتدور: ازاي تعمل حريق منزلي، ازاي تسيطر على حريق منزلي، هل ممكن يتم اكتشاف الاسباب يعني اللي ادت للحريق المنزلي ده ولا لا،
هل في تعويضات بيتم صرفها على الحريق المنزلي ولا لأ؟ هل ممكن يتم اكتشاف الفاعل في الحرائق المنزلية؟ وهكذا. كلها حاجات بتدور فيها على موضوع حريق منزلي، وده يدل على ان الفكرة جات لها في الليلة دي بعد الخسارة الكبيرة اللي هي خسرتها. وفعلا قامت على الساعة 5 أو 5 إلا كام دقيقة كده، وبدأت تنفذ الخطة اللي مش هقدر أقول عليها غير خطة غبية. لما ولعت كانت المفروض عاملة حسابها إنها هتجيب هدوم وتطفي بيها، لكن طبعا كان الموضوع أسرع بكتير جدا من ما هي متخيلة، وبالتالي نجت بنفسها وسابت الدنيا بقى تولع بالشكل اللي احنا قلنا عليه وانتوا عارفينه بعد كده. وطبعا بعد كل اللي احنا قلناه ده هيتم تقديمه للمحاكمة. لما هتتقدم للمحاكمة هتكون ندمانة وحزينة، وهتحاول طول الوقت تقنع الدنيا كلها انها ما كانش قصدها، وانها مش مخططة للموضوع، وانه كان بس كل هدفها انها تقدر تحصل على سلفة او مكافأة من العيلة دي. المهم انه الزوج المكلوم اللي كان طبعا منهار بعد وفاة زوجته واولاده وكده، كان طول الوقت بيطالب في الصحافة والاعلام بالقصاص العادل وبالاعدام لمو. مو في الوقت ده هتقدم او هتكتب يعني جواب. الجواب ده المفروض ان هو جواب اعتذار هي بتقدمه للين. الجواب ده هي بتقول فيه جملة ما معناها يعني انه لو فعلا الوقت ممكن يرجع لورا، وانه كل شيء يبدأ من جديد، وانه مقابل ده اعدامها، فهي موافقة جدا على الاعدام. واللي تمنيته لقيته، فعلا هيتم الحكم عليها بالإعدام، وهيتنفذ كمان حكم الإعدام ده في سبتمبر 2008. وبالتالي فهي هتكون خدت الجزاء العادل للي هي عملته في الأسرة دي. في الوقت ده من بعد ما الأسرة توفت، أو يعني من بعد الحادث لحد تنفيذ الحكم عليها، طبعا لين كان حزين جدا والصدمة كانت كبيرة عليه، ولذلك هو عمل فعاليات كبيرة جدا. منها مثلا ان هو كان بيروح وبيقيم الصلوات والدعوات لزوجته وأولاده، منها ان هو كان بيعمل بعض الأعمال الخيرية. بدأ يتشهر جدا على وسائل الإعلام، وطلع في أحد البرامج وقال ان جميع التعويضات والتأمينات اللي هو هياخدها كلها هيتبرع بيها للجمعيات الخيرية، ومش هياخد منها أي حاجة خالص. بدأ ان هو كمان يطلع في الأماكن النائية في الجبال، ويبدأ هو وفريق معاه ان هم يقدموا المساعدات للأطفال المحتاجين. عمل حاجات كتيرة قوي، يعني منها مثلا ان هو حاول انه يبقى متدين اكتر. هو بيتبع غالبا يعني الديانة البوذية، فراح على احد المعابد وقرر ان هو يبقى تلميذ هناك. كان بيروح يوم كل اسبوع علشان يتعبد في المعبد ده. في مرة من المرات وهو رايح المعبد ده وقع وحصل له كسور شديدة جدا، وكان ما بين الحياة والموت. كل الاخبار دي وكل الحاجات اللي هو بيعملها خلته يتشهر اكتر واكتر واكتر. لما بدأ يفوق شوية عمل علامة تجارية جديدة باسم اولاده الثلاثة، وبدأ ان هو يروج ليها، وبدأ كمان يروج للأعمال الخيرية وعمل جمعية خيرية. ومش بس كده، ده راح للمدرسة اللي كان فيها أولاده، واللي الملعب فيها كان بدأ يتهالك، والملعب ده كان على مساحة تقريبا 900 متر أو حاجة كده. المهم ان هو جدده بمبلغ كبير جدا إحياء لذكرى أولاده. ومش بس كده، ده حفر بير كمان، والبير ده حفر عليه بعض الرموز كده هنتكلم عنها بعدين. المهم كده يبدو انه كان حزين جدا لدرجة انه عايز يعمل اي حاجة تحيي ذكرى مراته واولاده. المهم ان هو هيروح كمان وهيرسم وشم كبير قوي على ظهره. الوشم ده بيمثل مراته في شكل ملاك هي واولاده الثلاثة، وبيقول علشان هو عايزهم يفضلوا دايما معاه وما يفرقوهوش ابدا. الناس كلها كانت متعاطفة معاه وواقفة جنبه. الناس كلها كانت سعيدة لما حصل الحكم يعني او تم تنفيذ الحكم عليها بالاعدام، والكلام طبعا على مو، وكل حاجة كانت ماشية طبيعية. اولا الجاني معروف، الاحداث والادلة معروفة، الحكم كان طبيعي وعادل، وكمان تنفيذ الحكم كان سريع يعتبر خلال سنة واحدة بس من وقوع الحادث. اما هو فبدأ كمان يشتهر اكتر واكتر، حقق مكاسب كبيرة جدا بسبب العلامة التجارية الجديدة، وده لانها اتنشرت بسرعة لانه كان بدأ يبقى مشهور على السوشيال ميديا. لين حاول ان هو يكمل حياته، وما تنسوش ان هو راجل عملي جدا، وما تنسوش رحلة كفاحه هو وزوجته من الصفر الى الثراء، وبالتالي فهو راجل يقدر جدا ينهمك في العمل ويحول اي وجع لنجاح. لكن اللي حصل ان لين في 2019 نزل خبر. الخبر ده خبر جوازه،
وبعدها بفترة نزل خبر كمان ان جاله اول مولود واللي هو غالبا ولد. والناس بقى لما سمعت الخبرين دول قامت الدنيا وما قعدتش، وبدأت بقى رحلة الشك فيه، والناس بدأت تطلع له كمية حاجات غير طبيعية. لو اقول لكم انا يومين كاملين بقرا بس في الاتهامات والمقالات اللي نازلة بتشكك فيه. وهنا هنبدأ نقول النظريات اللي الناس طلعتها، وإليكم انتوا في النهاية الحكم في الموضوع ده، هل لين فعلا مشكوك في أمره ولا لأ؟ هتطلع مقالة صحفية او يعني حاجة على الفيسبوك او حاجة زي كده، المهم يعني انه هيطلع حد يقول انه لين كان على علاقة بمراته الحالية وهو مع زوجته، وان هو اصلا كان دائم الخيانة لزوجته، وعشان كده هو قرر انه يستخدم غباء المربية اللي كانت موجودة عندهم. وده لانه من الاول خالص وهو قال قبل كده ان هو وعمه كمان كانوا شايفين ان ذكائها محدود يعني. فلين بدأ يستغل غباء او يعني ضعف ذكاء مو في ان هو يخليها تعمل العملة دي، واستغل في ده كمان احتياجها للمال لانها مدمنة على القمار، او ان هو استفزها جدا في اليوم ده وبالتالي فهي قررت انها تنتقم منه. المهم يعني ان هو ليه يد او استغل المربية دي عشان تأذي مراته واولاده. وبدأ بقى الناس تطلع وتقول ايوه احنا شفناه في سنة 2018 كان في استراليا في احد المعارض ومشي مع واحدة ومسك ايديها، واللي يقول لا احنا شفناه في مالها ليلي مع واحدة معرفش فين. وبدأ يطلع شائعات وكلام كتير جدا عليه. وهنا هو طلع في احد البرامج التلفزيونية وقال او يعني طلع لهم مجموعة من المحادثات اللي موجودة ما بينه وما بين مراته الحالية. المحادثات دي كانت في سنة 2019 وكلها بتدل على ان هم اتعرفوا على الانترنت وان هم ما تقابلوش الا في سنة 2019، وده لانهم في المحادثات دي كانوا بيتفقوا عشان يشوفوا بعض، وبالتالي فهو ما شافهاش ولا اتعرف عليها الا في 2019. لكن هيطلع احد الصحفيين التانيين واللي يقال، وانا ما عنديش دليل على ده او ما لقيتش المقابله الصحفيه دي، انه في صحفي راح وعمل انترفيو مع والده تشاو جين، واللي هي قالت ان بنتها كانت بتتعرض للضرب، وكمان هو كان بيخونها او متعدد العلاقات يعني وهو معاها، وانه كان في مشاكل ما بينه وما بينها قبل الوفاه، وان هي ما تشكش ابدا ان هو متورط. وهنا بدأت صورة الزوج الطيب والراجل الخير المصدوم المكلوم تتغير عند الناس، وبدأت النظريات تطلع ليوم النظريات، وخاصة لما قعدوا يدوروا عليه وعرفوا ان هو عنده قضية تهرب ضريبي، وان هو كمان بالنسبة للتأمينات والتعويضات اللي عملها مفيش ما يثبت ان هو فعلا اتبرع بيها للجمعيات الخيرية. وقالوا ان هو كان بيجمع الفلوس من الناس وبعدين يرجع يعمل بيها الاعمال الخيرية، لكن هو ما طلعش فلوس. معرفش هل هو اثبت لهم الحكاية دي ولا لا، لكن ما لقيتش اي اثبات على ان هو فعلا يتبرع بفلوس التأمينات دي. ومش بس كده، دول اكتشفوا كمان ان هو عمل تأمين على الحياة لجين لتشاو جين يعني ولأولادهم الثلاثة قبل وفاتهم او قبل الحادث ده ب3 شهور بس. وهنا بدأ الشك يحوم حواليه اكتر واكتر. كمية النظريات اللي طلعت كانت كبيرة جدا لدرجة ان هو بدأ يطلع على وسائل الاعلام وعلى السوشيال ميديا ويقول ان هو هيقاضي آلاف الناس من اللي بيتهموه. الاتهامات والنظريات ما وقفتش عند هنا، ده كمان هنوصل ان احنا نتكلم عن البير اللي هو حفره. لين كمان كان باني بير زي ما قلنا. البير ده كان عامله زي ما بنقول عندنا في الإسلام كده على روح مراته مثلا، ان هو بيقول انه عمل البير ده عشان بيتمنى ان روح مراته تكون حاسة بالسلام وتبقى مرتاحة. الناس طلعوا ويبينوا علامة، بصوا الثقافة بتاعتهم مختلفة قوي عننا، فما عرفش افهم الحتة دي كويس، وخاصة الترجمة من الصيني ما بتبقاش دقيقة قوي. المهم يعني ان هم قالوا ان في بعض العلامات كده اللي محطوطة على البير ده واللي بتدل على ان الشخص ده حاسس بالذنب. فالناس قالوا ان هو حاسس بالذنب وهو اللي روحه مش مرتاحة، وان هو عمل البير ده عشان روح مراته يعني ما تطردهوش بعد اللي هو عمله فيهم.
وهنا هو طلع ورد وقال هو حاسس بالذنب، بس مش عشان هو اذاهم، وانما عشان هو كان قافل تليفونه، او التليفون يعني كان مقفول، وبالتالي فهو ما قدرش يتكلم المكالمه الاخيره مع زوجته يعني، او الاستغاثه الاخيره، وانه كان ممكن يقدر يعمل لهم اي حاجه. طبعا كل الكلام اللي انا بقوله لكم ده الشرطة برأته منه، لان مفيش اي دليل على كلام الناس دي. لكن خليني اقول لكم انه طلع نظرية تانية خالص. النظرية دي بتقول انه كان في علاقة من اللي انتوا فاهمينها يعني، ما بين المربية اللي هي مو وما بينه. وهنا مو فكرت انها تتخلص من اسرته وهو مش موجود علشان يخلالها الجو وتبقى معاه لوحدها، او هو عمل علاقة معاها واستغل العلاقة دي عشان تنهيله حياة مراته وولاده، وتحديدا يعني بعد ما عمل لهم التأمين على الحياة بمبلغ كبير. هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ ما عندناش طبعا اي اثبات. الحاجة الاخيرة في القضية بتاعت النهاردة ان الناس بدأت تربط بشكل غريب جدا ما بين قضيتنا النهاردة واللي هي حصلت في الصين في 2017، وما بين قضية حصلت في اليابان في سنة 2004 في مدينة اسمها تاكاياكي او حاجة زي كده، عدولي للاسماء يعني. تاكاياكي واللي موجودة في الصين برضو كانت عيلة تعتبر ثرية وعايشة في بيت فاخر وكذا، والزوج برضو قبلها راح علشان كان عنده شغل او جاله عمل مفاجئ او كذا، وبرضو كان عامل تأمين على الحياة للعيلة بتاعته قبلها بفترة، بس يقال انها قبلها بكام سنة، وانه في شخص ظهر في الكاميرات والشخص ده كان غير معروف ووشه ما كانش ظاهر، دخل وافتعل الحريق اللي أودى بحياة الأسرة، واللي للمصادفة العجيبة كانت برضو 5 أفراد اللي هم الزوج والزوجة والثلاث أولاد. ده إلى جانب إن في عامل مهم ومشترك جدا ما بين الحكايتين. لين أخد الكلب بتاع العيلة واللي كان موجود معاهم في الشقة ووداه الشركة في اليوم اللي قبلها اللي قبل الحادث، والزوج التاني في اليابان برضو عمل نفس الحكاية، أخد الكلب وبعده عن البيت في اليوم اللي قبله، رغم ان الكلب دايما بيكون في المرآب موجود في نفس البيت معاهم. وبدأوا يربطوا ما بين انه الحركة دي بتتعمل علشان انه الكلاب ممكن لما يبدأ يحصل الحريق ينبهوا الناس اللي نايمين فيصحوا فينقذوهم. غريبة نوعا ما، لكن على اي حال نفس اللي حصل في الحكاية بتاعت اليابان في 2004 هي نفس الاحداث. ده مش بس توقفوا عند كده، ده قالوا ان اخت لين واللي هو متعلق بيها جدا وقريبة منه جدا عايشة في الدور ال17 في نفس البناية اللي هم كانوا عايشين فيها، والشخص اللي هو صاحب القضية بتاعت 2004 او الاب او الزوج يعني اللي هو الياباني كان عنده اخت برضو مرتبط بيها وكانت عايشة على مقربة منهم. وبدأوا يربطوا بطريقة غريبة كده انه ممكن الزوج ده او الزوج ده يكونوا كانوا موجودين في الاماكن دي في بيوت اخواتهم في الليلة دي. لكن هل الكلام ده حقيقي ولا لأ؟ الله أعلم. لانه سواء لين اللي هو بتاع قضيتنا النهاردة او هيراتو كاتو بتاع قضية اليابان، فالاتنين ما ثبتش عليهم اي حاجة قانونيا خالص، وانه كل الحاجات اللي طلعت عليهم كانت من خلال النظريات اللي طلعتها الناس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحكاية بتاعت النهاردة، لكن لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي مفيش اي دليل يثبت الكلام اللي الناس طلعوه على لين دلوقتي مازال لسه متزوج من زوجته اللي احنا اتكلمنا عنها واللي اتجوزها في 2019 وعنده 2 من الأولاد. وهنا السؤال لحضراتكم، هل انتوا شايفين ان لين فعلا ليه يد في اللي حصل ده كله، ان هو كان عايز يستفيد من بوليس التأمين، او هو كان بيخون مراته فكان عايز يتجوز عشيقته، او مثلا هو استغل غباء المربية اللي كانت موجودة عندهم، ولا الحادثة دي فعلا حصلت زي ما حكيناها في الاول وزي ما مشيت قانوني، انه مو ولا انها كانت عايزة مكافأة وبمنتهى الغباء عملت كل ده. وخاصة انه لو كان في اي علاقة ما بينها وما بينه، او مثلا كان ليها اي غرض، كانت ممكن تظهره في المحاكمة عشان يبقى الفاعل مش واحد يبقوا 2، وبالتالي تتجنب عقوبة الاعدام. فانتوا رأيكم ايه؟ واحب بصراحة اقول لكم رأيي. انا شايفة انه هو بريء من الحكاية دي تماما، وان هي مجرد مصادفة، لكن لانه شخص عملي جدا وبينتهز الفرص، فهو لما لقى نفسه بدأ يتشهر بدأ ان هو يستغل الحادثة دي علشان يكبر الشغل بتاعه ويعمل ثروة اكبر يعني،
ويبدأ ان هو يتشهر اكتر واكتر، وبالتالي لما بدأ يعمل كده الناس بدأت تشك فيه. ده رأيي يعني، الله أعلم رأيي ده صح ولا غلط. أتمنى ان انتوا تقولوا لي رأيكم في القضية دي في الكومنتات. لو في درس مستفاد في القضية دي فهم درسين مستفادين. الدرس الأول إنه ما ينفعش تدخل مربية أو شغالة أو سواق أو أي حد يساعدك في البيت من غير ما تكون عارف كل حاجة عن دقيقه كويس جدا، وتعمل له فيش وتشبيه وتعرف إذا كان عليه ديون أو قروض أو مشاكل أو أي حاجة. الحاجة التانية، تحت أي ظرف من الظروف اوعى تعمل لشريكك تأمين على الحياة حتى لو بمبلغ صغير، وحتى لو انتوا الاتنين عاملين التأمين على الحياة ده متبادل، لانه في احيان كتيرة جدا التأمين على الحياة ده بيكون شهادة وفاتك وانت مش عارف. ودي نقطة مهمة جدا. تقريبا قضايا كتير جدا من اللي حكيناها كان سبب وفاة الشخص اللي مات هو التأمين على الحياة. ربنا يحفظكم جميعا. وفي النهاية أحب أذكركم إحنا علينا 3 حاجات: الدعاء لإخواتنا، الشير وإظهار الحقائق، والمقاطعة. لحد هنا تكون خلصت حكاية النهاردة. أتمنى أن سردي يكون عجبكم. لو سردي عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، اللي مشتركش في القناة يشترك، ولو شيرتوا الفيديو ده لواحد بس كمان معاكم أكون شاكرة ليكم جدا. كانت معكم مرمر المصري، إلى اللقاء.